هذه المنتخبات البارحة لعبت تصفيات كأس العالم. هاي ما شنو تصفيات كأس العالم؟ تصفيات كأس العالم الملحق الأوروبي. هناك 16 منتخب أوروبي يلعبون ملحق بيناتهم. هذول ال 16 يتأهلون منهم ثمانية، الثمانية يتأهلون يلعبون بيناتهم، يتأهلون منهم أربع منتخبات. هذول يتأهلون من الملحق الأوروبي ويتواجدون مع منتخبات أوروبا. احنا نعرف انه اوروبا عندها 16 مقعد في كأس العالم بالنظام الجديد. حاليا 12 منتخب اوروبي متأهل بشكل مباشر، باقي 12 باقي 4 منتخبات حتى يصير 16 مقعد اوروبي مؤهل لكأس العالم. الاربع مقاعد المنتخبات هو الملحق اللي لعب هذا كله البارحه. فازت 8 منتخبات، هذول 8 منتخبات اكو 4 مسارات، هنا مسارين وهنا مسارين. منتخب تركيا ومنتخب كوسوفو اللي فازوا البارحه، هذول اثنيناتهم راح يلعبون، اللي يفوز منهم يصعد الى تصفيه، يصعد الى كاس العالم 2026. هذا اول منتخب يصعد الى كاس العالم. نجي جوا عندك تشيك والدنمارك، هذول اثنينهم تأهلوا الباحة من الملحق. اللي يفوز من عندهم راح يصعد الى كأس العالم. ها صار ايش قد منتخبات اثنين صعدت، اللي يفوز منهم يصعد الى كأس العالم. عندك ايطاليا والبوسنة، اللي يفوز منهم يتأهل لكأس العالم. هاي صارت 3 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم، منتخبات أوروبية، هذا ملحق أوروبي. وعندك السويد وبولندا، اللي يفوز منهم يتأهل إلى كأس العالم. يعني ذول 8 أندية، العفو 8 منتخبات، اللي يفوز منهم أربعة يصعدون إلى كأس العالم 2026. من هناك عندنا 12 منتخب متأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم، يصير المجموع الكلي 16 منتخب أوروبي. 16 منتخب أوروبي راح يكون متواجد في كأس العالم. وعندنا 32 منتخب من مختلف العالم. ايش قد يصير المجموع؟ 32 منتخب من مختلف آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. وعندك 16 منتخب من أوروبا، يصير المجموع الكلي 48 منتخب في كأس العالم. هذا لأول مرة يحدث عبر التاريخ أن يكون 48 منتخب متواجد في كأس العالم، يلعبون دور مجموعات ويتأهلون دور ال16، والبطل هو راح يكون اللي ياخذ كأس العالم 2026. مشاهدة ممتعة.